تحياتنا إلى كل جناية العراق محافظاتنا العزيزة جميعا. تحياتنا إلى كل المحبين والهواة والجنات ومحبين وعشاق الأزرق العراقي الأصيل. طبعا شرحنا مقطع سابق عن الشلبي وعن الحمام العادي، واليوم كثير من الأخوة اللي يناشدونا قالوا لي أبو عبود على مود نعرف شغلة الطير الحاد وشغلة الطير البارد. طبعا الكثير من الناس سابقا وهسه حاليا اللي مفتهمين موضوع البدية، لما يجي يفتح الطير كثير من الجناية يفتح جناح الطير يشوف ذن الأسباق أضعاف بأن هذا الطير حاد، أو يشوف أعراض هذا الطير بارد. هاي المسألة خطأ، هاي خطأ. اليوم جايكم معلومة حسب تجربة وحسب استخلاص وحسب خبرتي بالحمام الأزرق. أول ما تجي تفتح الجناح وجرب وأنت ما خسران. هاي اللي هي يسمونها الأباط، أباط الطير من الكتف للأباط. هاي يكون هذا أصبعك، هذا الخنصر باهله اللي جاي أشر بيه، هاي تصير منها قوية. يعني أصبعك هذا لما تجي ما يجي يعني ما تصير هشة، هذا البكان ما يصير هش، يصير قوي ويصير هاي المسافة منها من الكتف للباط يصير مسافة صغيرة، مو هيك مسافة. هذا الطير بارد، شفتي شلون؟ خلنا اوضح لك فكرة ثانية على مود بلكي تشوف التصوير عدل. هذا تفتح جناح الطير هيك، هاي منها من الكتف للباط تصير قصيرة، هاي المسافة قصيرة، ويصير جنح الطير كبير ويصير مبروم وجنح مرتب، جنح فاخر. هاي اهم شيء، هاي هي تكون اصبعك ما يجي هيك، هاي الدفة مالته العفو الاباط مالته هذا يصير يكون قوي، هذا الطير الحاد. اما البارد لا، هذا هو هسه هذا الحيوان بارد، هسه هاي اصبحي يلعب براحته. هذا الطير البارد والطير الحاد. وتحياتي واحترامي الى كل جناية العراق، ابو عبود العراقي افندي، والعام 2024.